أهلا بكم. أنا سامي سليمان، وفي السلسلة دي هنتعلم مع بعض أساسيات البرمجة بلغة البايثون. في الفيديو ده هنعمل حاجتين. أول حاجة هنجهز بيئة عمل، ودي عبارة عن البايثون وتكست اديتور اللي هو محرر النصوص. تاني حاجة هنعملها إن احنا هنكتب أول برنامج لينا بلغة البايثون. هنفتح قائمة ستارت وهنكتب كلمة كوماند، وهنختار برنامج الكوماند برومبت. هيظهر قدامنا الشاشة السوداء اللي هي الكوماند برومبت. هنكتب كلمة بايثون كلها لور كيس، يعني مفيش ولا حرف يكون كابيتال، وندوس انتر. ولو جالك ايرور او فتح لك المايكروسوفت ستور يبقى كده انت لازم تنزل البايثون. بكل سهولة ادخل على الموقع الرسمي اللي هو python.org، دوس على داونلودز، هتلاقي زرار كبير مكتوب عليه داونلود بايثون، وده بينزل اخر نسخة او اخر اصدار من البايثون. نزل النسخة، بعدين افتح ملف التثبيت، علم صح على add python to path عشان تقدر تكتب كلمة بايثون من أي مكان في الويندوز ويشتغل معاك بدون أي مشاكل. بعديها هندوس على install now. بعد ما ثبتنا البايثون دلوقتي خلينا نختبر هل التثبيت ده نجح ولا في أي مشاكل. هنفتح الكوماند برومبت التاني وهنكتب تاني كلمة بايثون. لو ظهر لنا الشكل اللي هو 3 أسهم يبقى كده التثبيت تمام. ولو حصلت اي مشكله وما اشتغلش معاك غالبا نكون نسينا نختار add python to path وقت التثبيت، وكده يبقى احنا محتاجين نعيد التثبيت تاني. دلوقتي بعد ما ثبتنا البايثون خلونا نكتب اول كود بايثون لينا. هندوس كليك شمال داخل الكوماند برومبت بعد الثلاث اسهم اللي هو بنسميه البايثون برومبت، وهنكتب print نفتح قوس علامه الدبل كوتيشن هلو بايثون علامه الدبل كوتيشن نقفل القوس وندوس انتر. لو ظهر لك هلو بايثون يبقى مبروك، انت كتبت اول برنامج بايثون ليك. دلوقتي خلينا ناخد الكود اللي كتبناه من شويه ونجاوبه من خلال اي تكست اديتور. ممكن نستخدم النوت باد العادي اللي موجود في الويندوز، او برنامج تاني مثلا زي النوت باد بلس بلس. روح لقائمه ستارت في الويندوز واكتب كلمه نوت باد، هيظهر لك برنامج النوت باد، افتحه. جوه البرنامج اكتب نفس الكود اللي جاوبناه من شويه، وبعدين من قائمه فايل هنعمل سيف از. روح على الديسكتوب، هننشئ فولدر جديد اسمه بايثون ورك، وجوه الفولدر ده هنسمي الملف بتاعنا ب helloworld.py. خد بالك من حاجه مهمه جدا، ان الاكستنشن بتاع الملف لازم يكون .py عشان الويندوز والبايثون يتعاملوا معاه انه ملف بايثون. اي برنامج بايثون لازم اسمه ينتهي ب .py، غير كده البرنامج مش هتعرف عليه. دلوقتي عشان نشغل الملف اللي احنا حفظناه هنفتح الكوماند برومبت من ستارت. اول ما تفتح الكوماند برومبت هيكون واقف في مكان مختلف، واحنا عايزين نتنقل للفولدر اللي عملناه على الديسكتوب. هنستخدم كوماند اسمه cd، وده اختصار لكلمة change directory، يعني نغير المكان اللي احنا واقفين فيه. بعد cd هنكتب مكان الفولدر cd desktop/python_work. عشان نتأكد ان الملف موجود بنستخدم كوماند اسمه dir، يعني عرض كل الملفات اللي موجودة في المكان اللي انا واقف عليه حاليا. هتلاقي ملف اسمه hello_world.py. كده خلاص جاي وقت التجربة. هنكتب في الكوماند برومبت بايثون بعديها اسم الملف hello_world.py وهنضغط انتر. لو كل حاجة تمام هيظهر لك على الشاشة hello python world، وده معناه انك كتبت اول برنامج بايثون، حفظته كملف وشغلته كبرنامج مستقل على جهازك. وفي الفيديو الجاي هنثبت برنامج اسمه Sublime Text، وده بيسهل كتابة الكود وبيعمل ألوان للكلمات المهمة وبيخلي شكل الكود أوضح وأجمل، وده هيسهل علينا كتير. بكده نكون خلصنا أول برنامج بلغة البايثون لينا. لو عندك أي سؤال اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان تتابع بقية السلسلة. أشوفكم في الفيديو الجاي على خير.